وعلى الرغم من ان انقراض الفتره البرميه الترياسيه معروف بكونه اكبر انقراض في تاريخ الارض، السبب الحقيقي ليه لسه مش محسوم. في اللي بيربطه بالبراكين في سيبيريا، وفي اللي بيعتقد ان ارتفاع مستويات غاز الميثان كان ليه تاثير اكبر. عموما وعلى الرغم من الفوضى البيئيه اللي حصلت، كان في مجموعات قدرت تتكيف وتنمو زي الاسماك الغضروفيه ونوعيات من الرخويات، وده كان مؤشر ان الحياه ممكن تلاقي طريقها حتى وسط اسوأ الظروف. وده كان تمهيد لمرحله جديده هتغير مستقبل الكوكب بالكامل، لان الناجين دول هيكون ليهم دور في ظهور اول الزواحف الثدييه اللي هتكون اجداد الثدييات اللي نعرفها النهارده. وده بياخدنا للسؤال الكبير: ايه اللي حصل على الارض؟ وازاي ظهرت مجموعه الكائنات اللي هتكون الجد الاكبر للثدييات؟ تعالوا نتكلم عن رحله ظهور الثرابسيدات، الكائنات اللي بتعتبر الحلقه الاخيره قبل ظهور الثدييات. في اواخر الفتره البرميه كانت الارض بتعيش واحده من اكبر التحولات البيولوجيه. الزواحف القديمه اللي كانت مسيطره على الارض لفتره طويله بدات تدي مساحه لمجموعه جديده من الكائنات، الثرابسيدات. الكائنات دي كانت مختلفه تماما عن الزواحف اللي سبقتها، وبدا يظهر عليها صفات زي اللي هنشوفها بعد كده في الثدييات، زي وضعيه الارجل اللي بقت مستقيمه اكتر بدل ما تكون مفلطحه زي الزواحف، وكمان دلائل على وجود شعر في انواع وطرق جديده لتنظيم حراره الجسم. الثرابسيدات كانت متنوعه، منها انواع ضخمه اكلت لحوم، وانواع تانية اصغر بتتغذى على النباتات، لكن اللي ميزهم فعلا انهم كانوا من اوائل الكائنات اللي قدرت تتكيف مع البيئات المتغيره بشكل فعال، وده اللي ساعدهم يسيطروا على الارض لوقت طويل. لكن السيطره دي ما كانتش مطلقه، ودي نقطه فيها جدل كبير.